مدام شيماء. الو. مدام شيماء، البقاء لله. الحمد لله. وربنا يصبرك واكيد رضا راح في حته احسن بكتير، لان مصر كلها بتدعي له. يعني كميه الحزن اللي الناس فيها على رضا غير مسبوقه الحقيقه. الحمد لله. وربنا يصبرك يا رب، وكل الناس هتدعي له ان شاء الله. انا بس بطمنك ان كل الناس بتدعي له. الحمد لله. بقاء لله. هو رضا مات، ما كنتش انا معايا، ده كان عند اهله، كان عند جدته، احنا عند عرفنا. جدته، وكنا محضرين له لبس المدرسه، وكان كل حاجه جاهزه ليه. قولي لي كان عندي كان كويس جدا، راح الباب بص من الشباك وقع. يعني هو وقف على تكييف فعلا؟ لا، هو واقف على مخدات، ولما دماغه تقلت التكييف خده ونزل. ما كانش فيه اي حاجه، ولا رضا مجنون عقليا ولا ما ده اللي انا بقوله، يعني وقف خالص. رضا تعافى الاسبوع اللي فات الحمد لله، كان عنده كهرباء على دماغه وتعافى الحمد لله، اعفاء كامل، ما بقاش فيه اي حاجه خالص. يعني هو وقف على التكييف نفسه. واروح المدرسه عشان اعرف اقرا، عشان لما يجي لي رسائل على الواتس اقرا، ما كانش فيه اي حاجه خالص. كفايه اشاعات بقى اتقالت ومهمله، انا ما حلتش غيرهم هم، وخد الفرح كله وراح. كان اغلى حاجه ليا في الدنيا كلها. فبالله عليكم كفايه بقى اشاعات، وكفايه اي حد بس ما فيش حد طلع اشاعات خالص. ما فيش حد طلع اشاعات يا مدام شيماء خالص. لا، في ناس قالت ان ام مهمله فيه، انا عايشه عشانهم هم. لا ليه ام مهمله؟ ايه عملتي ايه يعني؟ الحمد لله الحمد لله. طيب، بقاء لله وربنا يصبرك، واحنا بنعزيكي. بشكرك جدا.